يعني حقيقة كثير ما يتعرض إقليم كردستان إلى عمليات قصف بحجة وجود حزب العمال الكردي في مناطق إقليم كردستان، وهذا لا يعني مسموح لأي دولة أن تدخل وتقصف في بلد يفترض له سيادة كما تقول كثير من القوى السياسية، لكن لم ألاحظ حتى الآن وحدة موقف وإرادة سياسية موحدة للدفاع عن العراق وعن إقليم كردستان من كل الأحزاب، ولا موقف واضح من القائد العام للقوات المسلحة ولا قيادات الأمنية. وهذا يعني أن هنالك دولة هشة بإمكان أيا كان أن يدخل ويقتل أبنائها. أخذ إجراءات على القصف، يعني يعتبر أربيل هم للعراق. المفروض الدولة العراقية تأخذ يعني إجراءات لازم بأسرع وقت. يعني نظل إحنا يا يجي حاشا سامع يدق علينا، يا يجي يدق علينا. وثاني شغلة، خلي الحكومة حطوها للتيار. خلينا انت نختارهم 4 سنين سنتين، خلينا نشوف التيار اذا سوى شيء ما سوى شيء عوف. مو ليش انتم مشلبين بيها؟ حطوها للتيار، حطوها خلي نشوف يجوز يسوون صورة حل. سووا صورة حل هذا العالم نظل وياهم، ما سووا صورة حل كل العالم بعد تطلع بعد هذا وكافي. واحنا نريد الشعب العراقي كله يحكي. هاي اهانة للشعب العراقي، اهانة. يعني تركيا تقصف اربيل اهانة. يعني وما حد يحكي، ماكو واحد سياسي طلع حكى، واحد يعني نقول من الحكومه مالتنا الحكومه العراقيه، واحد طلع وحكى. يعني العراق، يعني عراق بس السيد مقتدى، العراق بس السيد مقتدى. يو سيد مقتدى يستنكر، يو غيره ما حد يستنكر. ليش حرام عليكم والله حرام. وثاني شيء المدارس بدت لا كتب لا قرطاسيه لا كل شيء، يعني وضعيه مخربطه. انتم الهيك يعني اوقفها المدارس اوقفها، احضر كتب والقرطاسيه وعم تطوي للطلاب. زين تعال مثلا هسه نقول مثلا اني مثلا يوميتي 15,000 و 20,000. زين المدخليه تخلي لي الكتب. زين انت مصرف كهرباء كله مشترى، هسه كله مشترى، المي مشترى. يعني ما وضعيه تعبانه. ما جانا واحد يعني وقاد العراق. يعني هاي العراق ترى العراق بالخيرات، بس مع الاسف هاي الدول السياسيين يبقون بالشعب العراقي. إذا قلنا إقليم كردستان العراق، نحن نعني أن إقليم كردستان هو كبد العراق الحقيقي. الكبد يضاف إلى أهلها، يضاف إلى التلاؤم التاريخي والتلاحم التاريخي منذ آلاف السنين. أي اعتداء يكون على إقليم كردستان المفروض الحكومة العراقية تقوم بالردع بالأولويات، عسكريا دبلوماسيا دوليا، ان غض النظر من قبل سياسيي بغداد عن قضية الاعتداءات التركية الإيرانية على كردستان تمثل خيانة وطنية. نعم إنها خيانة وطنية لا يغفر لها التاريخ ولا تغفر لها الأجيال. فليصحوا جميعا إن إقليم كردستان هو العراق حبيب الغالي، وإن شاء الله إقليم كردستان يحميه الله من كل جانب.